يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستئناف مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك بعد الفوز الكبير على فريق سوار الغيني ب4 أهداف نظيفة في الجولة الثانية بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، ليحقق نادي الزمالك 6 نقاط كاملة في أول جولتين وتصدره جدول ترتيب المجموعة. وسيلتقي نادي الزمالك في المباراة القادمة مع الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة الثامنة لبطولة الدوري العام المصري يوم الخميس القادم 7 ديسمبر في 7 مساء بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت السعودية وقطر، على استاد السلام، وستذاع المباراة عبر قناة أون تايم سبورت. ويدخل نادي الزمالك المباراة القادمة في المركز السابع بجدول ترتيب المسابقة برصيد 11 نقطة، بينما يتواجد الاتحاد السكندري في المركز الخامس برصيد 12 نقطة. وسيخوض نادي الزمالك بعد مباراة الاتحاد السكندري القادمة مباراة الجولة الثالثة بدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية أمام فريق ساجراد الأنغولي يوم الأحد 10 ديسمبر، وستقام المباراة في القاهرة. ويسعى نادي الزمالك للفوز في المباريات القادمة سواء في بطولة الكونفدرالية للاقتراب أكثر من التأهل مبكرا إلى دور الثمانية، والفوز في المباراة القادمة في الدوري المصري، وعدم فقدان أي نقاط لعدم الابتعاد عن المنافسة في رحلة الفريق لاستعادة اللقب.